طوق إماراتي أشبه بحبل المشنقة بتلف الإمارات أو حكام الإمارات حوالين المملكة العربية السعودية. أن الإمارات راحت طبعت مع إسرائيل في اتفاقية أبراهام، عملت لها قواعد عسكرية خلتها موجودة في كل بقعة هي موجودة فيها. أجهزة التجسس وتقنيات التجسس الإسرائيلية ضبطت في بلدان خليجية عن طريق الإمارات. الموانئ اللي الإمارات بتسيطر عليها بتعمل جنبها قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي. بتروح في اليمن بتجيب إسرائيل عشان تراقب حركة الحوثي، وهلم جرة. اتكلم على سوريا، بتشتغل مع الدروز اللي إسرائيل دعماهم. في كل مكان إسرائيل بتتواجد فيه الإمارات بتخدم مصالحها ضد السعودية وضد مصر. حتى المملكة العربية السعودية لم تسلم من مكائد وشر حكام الإمارات، رغم أنها تزعم أنها حليفتها. فما الحكاية؟ مشروع إماراتي يخدم الاحتلال، يهدف لمحاصرة المملكة العربية السعودية عبر إحداث الفتنة والحروب في كافة الدول المحيطة بها، بهدف زعزعة استقرار المملكة. الإمارات تعتبر السعودية منافس على الهيمنة الإقليمية، لذلك قرر حكامها استهدافها ولو بطريقة غير مباشرة. الأمير محمد بن سلمان مع صعوده للسلطة يرى أن السعودية هي الأحق في قيادة المنطقة نظراً لحجمها الجغرافي وتاريخها، بينما ترى الإمارات أن ريادتها ومرونتها أكثر انسجاماً مع الديناميات العالمية. والحقيقة أن الأخيرة تفوقت على السعودية في مدى نفوذها في العالم العربي، فهي تتواجد الآن في 15 دولة عربية، وتتبع 3 استراتيجيات لتخريبها والسيطرة عليها. الإمارات زي ما قلت لك بتعتمد 3 استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى اسمها استراتيجية الإضعاف وإنهاك الدولة عن طريق انقلابات ومؤامرات وتشويه لصورة الدولة عن طريق اللوبي الإماراتي. الاستراتيجية الثانية اسمها استراتيجية التقسيم عن طريق دعم ميليشيات مسلحة وإنها تعمل مشاريع انفصالية في هذه الدول. الاستراتيجية الثالثة اسمها استراتيجية السيطرة والإخضاع للقرار السيادي عن طريق استثمارات إماراتية وأموال كبيرة. في الخلفية إسرائيل موجودة،